ربنا يرزقك الحكومه التوب عليكم. البس يبقى مليون اسرع كزفران. عاملين ايه؟ طبعا النهارده فيديو جديد. طبعا من مشكله الناس كلها اللي رعبت الناس اللي اغلبيه اللي بتصنع محتوى هي بتاعت القبض بالجنيه المصري. الناس كلها انا شفت كميه فيديوهات امبارح. حرام عليكم اللي بتعملوه في النت، حرام عليكم. انتوا بتروعوا الناس، بترعبوا الناس اللي لسه بيبتدي وبيحقق. يعني ممكن واحد يبقى محقق نص الشروط او حقق الشروط وخلاص بيراجع للشانل يخلوه خلاص يعني بعد الفلوس اللي صرفها على الفيديوهات وتعب ومنتج وسهر وبتاع وعرف في الاخر السلام عليكم. لا يا صديقي تعالى هقول لك اللي فيها وما تقلقش. الحمد لله عندنا خبره في المجال كويسه غير مجال اليوتيوب. انا شغال في السوشيال ميديا الحمد لله، يعني العالم كله اشتغلت الحمد لله في اغلبيه دول العالم اللي هي خبره فيه. انت سحب الفلوس والايداعات الكلام ده الدنيا رايحه. هفهمك ليلتها دايره ازاي، سهله جدا ومفيش اي تعب. وكمل زي ما انت وكمل فيها واوريك تسحب فلوسك ازاي. ما فيهاش اي خوف، ما فيهاش اي غلبه. خد نصيحه اخ وان شاء الله تلاقي دنياك ماشي زي ما هي، ما فيش اختلاف. طلع على النبي طبعا يا شباب. وقبل اي شيء تيجي تشترك في القناه، فعل زر الجرس، تدي لايك جميل. طبعا تروح تعمل لي فولو على الانستجرام. اي حد انا عند الانستجرام الاول، يعني امبارح لما شفت ده نزلت لكم الستوري عندي على الانستجرام. طبعا بعرف الناس فيه تعمل ايه. وطبعا غير شغلي انا عندي شركه دواء اعلان يا شباب الحمد لله. طبعا دايما بينزل حاجات مفيده في شغلي. طبعا يعني اي حد هيتابع عندي الانستجرام اولا هيستفاد، ثانيا يتعلم حاجه جديده، ثالثا ما فيش اي حد هيشوف فيديو يعني لو في حاجه فيها لا هقول لك ده فيه لا، ما فيهوش هقول لك ده. طبعا تابع قناه الواتساب، الفيديوهات بتنزل لا وباخد رايكم هناك طبعا فيها في فيديوهات. بس الاول عندي الانستجرام يا شباب. يلا بينا نركز. طبعا يا شباب هتلاقيني سايب لك رابط الانستجرام طبعا وقناه الواتساب في اول كومنت. والمهم نخش في الفيديو بتاعنا. طبعا يا اخواتي جوجل ادسنس نزل قرار بيقول لك من اول 1/25 اي حد هيقبض بالعمله المحليه بتاعته، ما قالش بالعمله المحليه بتاعته. ولو اي حد رقيق ويعمل نفسه ناصح او يعني حابب يحلو تعال هات لي اثبات، تعال كلمني بيه وانا عندي اثباتات اكلمك بيها واوريك ان انت ما بتفهمش حاجه. المهم يا اخواتي طبعا بالصلاه على النبي. طبعا الناس ايه، عشان انت بتلاقي في ناس محوسه كده زي فيديو الايفون. هتلاقي فيديو ايفون سايبه لك في اول كومنت. شوف راي الناس تحت عندي في الكومنتات بتقول ايه. طبعا ركزوا بقى معايا بالصلاه على النبي. اللي انت تقبض من الشانل زي ما هي مفيش اي مشاكل. كمل في شروطك، حقق الشروط بتاعتك، خليك بتراجع مفيش اي مشاكل. انت بس هتعمل حاجه واحده، تروح البنك تفتح حساب بالجنيه المصري. طبعا انا لما فتحت حساب فتحته ب 500 جنيه. هتفتح الحساب تقول له عاوز افتح حساب جاري او توفير. انا واحد من الناس برشح التوفير تمام. تروح تقول له عاوز افتح حساب توفير بيفتح لك الحساب بصوره بطاقتك. طب بعد ما تخلص فتح لك الحساب وانت قاعد مع المندوب على المكتب بتقول له عاوز رقم الايبان، عاوز رقم الايبان. هسيب لكم صورته على الشاشه. ده بتربطه لو انت بتطلع لايفات على التيك توك، بتربطه على برضه بالشانل على اليوتيوب على جوجل ادسنس، بتربطه على البيبال تمام. بتربطه برضه على لو اي حد هيحول لك فلوس من بره مصر. رقم الايبان بتاعك دايركت بيحول لك عليه فلوس بتوصل لك بتخش جوه حسابك في من يوم ل3 بتخش جوه حسابك. يا اخواتي الناس اللي طبعا كانت بتقبض من اليوتيوب وطبعا بتقبض بالدولار والكلام ده خلي بالكم في نسبه ركزوا معايا. 25% بيقبضوا بالدولار، 75% بيقبضوا بالجنيه المصري. كده الدولار في السوق المصري البنك المركزي محدده 50 جنيه او 48 مش متذكر عشان ما بركزش فيه تمام. وعشان برضو انا واحد من الناس الفلوس مخليها بتنزل على حسابي في البنك على طول بالجنيه المصري تمام. ده اولا. ثانيا هي مفيش بقى ثقه من العبد في الله. واي حد عايش بره مصر يامن على كلام. اي دوله في العالم دلوقتي اداره العمله فيها بقت يعني بلوى سوداء ربنا يحفظنا منها. مش هنقول هي اتمنعت بس في ناس شغاله. بس اللي بيتشم يا شباب مفيش. اللي شغال في السوق السوداء قليل 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 قليل. انت مثلا تبقى رايح حاطط لك $100 اقصى قناه في البدايه بتبقى من 100 150 دولار $200 لو انت جامد. 2000 مشاهده بالجنيه المصري بدولار وكمان بيوصل لنص دولار. المهم طبعا يا اخواتي للعلم بقى مش بيئسك بس انت ان شاء الله انت لو واحد مش شغال كانه قبض في مكان. وكمان لو انت شغال هيساعدك زي قبضك كانك ايه شغال شغلانتين. وطبعا مع الاستمراريه يعني بتكسب ما بتقلش تمام. يعني الراتب بيعلى ما بيقلش. وثالثا ركز معايا في ثالثا. طبعا لو انت كنت هتفتح حساب بالدولار اولا محتاج اثبات دخل. كل الناس هتديك اثبات دخل تمام. وثالثا وثانيا البنك احنا بنتكلم في ثالثا. ركزوا بقى في الحاجات بقى في ثالثا. اولا حساب بالدولار محتاج اثبات دخل. اثنين بنك مصر اقل شيء ده اقل فايده. يعني اقل حساب يفتح لك حساب بنك مصر. عاوز تحط $200 في الحساب ما يسحبوش. $200 تحطهم في الحساب لو الدولار ب 50 جنيه انت طبعا مش هتحطهم له. مش هتروح تديله 10000 جنيه في ايديه لا انت هتقول له $200 صحيين. يعني تقول له $200 تمام. طبعا انت محتاج تشتري عمله دي $200 يا معلم احسن ما تشتري وانت بكام. ثالثا يا صديقي بقى كل شويه يقول لك تصحيح بيانات. من رابعا ملوش كريدت كارد. خد بقى اللي جاي دي هتعجبك. ممكن بعد لما تستخدم الحساب شهر واثنين يجي يقول لك من اين لك هذا. اثبت بقى يوتيوب. بعد لما تثبت يوتيوب ممكن يعملها معاك تاني. ممكن يوقف لك الحساب انت يعني انت ورزقك. طبعا القنوات الكبيره كله مخلي قناته. يعني اعرف ناس بلوجر وقال عندهم 2 و3 و4 مليون كلهم بيقبضوا حساباتهم بالجنيه. ما عندوش حساب دولاري. في ناس حسابها زي حسابي مثلا ينفع يديله حساب دولاري. يعني اقدر افتح حساب دولاري من الابلكيشن بتاع البنك عندي. ده المفروض 30 يوم ابقى احط اقل حاجه في الحساب $150. ولو سحبت ال $150 الحساب بتاعي ما ينفعش افتح حساب. يعني ما ينفعش افتح حساب بالدولاري ان اعطي حسابي في البنك. بقول لكم يا شباب هو حساب بالجنيه تروح تفتحه زي الباشا مش اي قلق. كده نفس القيمه اللي انت هتاخدها. يعني انت مثلا سي نزل لك $150 عاملين مثلا 7500 سعر. انت 7500 ينزل لك بالجنيه. ما فيهاش اي حاجه ولا تخاف ولا تقلق ولا يقول لك اصل ما فيش يوتيوب تاني اصل ما فيش كاني تاني. يا باشا هي نفس العمله. هو ترجمها لك بالجنيه فقط. ال 100 جنيه الزياده وال 200 جنيه الزياده هيخربوا الواقع.
يا باشا بتقبض مليون دولار في السنه في الشهر، يعني انت راجل كده داخلك في مليون دولار. معايا 20,000 جنيه في الشهر. لما انت قافش مليون جنب وشاري نفسك سلاسه، يعني انت ممكن تبقى واقف بتاع عمله مثلا بيغير لك الفلوس. ربنا يرزقك، الحكومه تطب عليكم، البس. انت فاهم حاجه؟ خش في سكه من السكات. وبرده والله اللي شغال في العمله نادرا وما بيرضاش ياخد من اي حد، يعني لازم الناس عارفها قوي الكلام ده. انا واحد من الناس انا بحتار، عشان لو ليا 100 جنيه بره بحتار اجيبها. ده نصيحه من اخ لاخواته. طبعا يا اخواتي، يا اللي اي حد عاوز يبتدي مشروع او يعني يبتدي في مجال السوشيال ميديا دي، بس العلم خد فلوسك بالجنيه، خدها عن طريق اللي انا قلت لك عليه، يا اما ويسترن يونيون لو حد هيحول لك وانت حابب بقى تخش في دولار والكلام ده، كده كده ويسترن يونيون في اللي انت ممكن يعني تغير الفلوس جوه، يا اما يا صديقي ركز اقول، يا اما ثانيه، يا اما رقم الاي بي في البنك بتاعك، لستك في جيبك، الفلوس تعلم في البنك من على الانستا بيتر بقى او بالكريدت. اما يا اخواتي دي نصيحه لاخواتي. اهم شيء بقى لو الفيديو عجبك خش عليا زي ما قلت لك برايك جميل، شارك في القناه انت ما اشتركتش، على زر الجرس، وطبعا ان شاء الله بفيدك يا رب. لو اي مشكله وقفت معاك او اي حاجه حصلت مشكله معاك تقدر تخش تكلمنا على الانستجرام، صورك يعني على الشاشه وصورك فوق الكومنت زي ما قلت لك. اي سؤال هتحتاجه هتلاقيه متوفر عندي باذن الله. واهم شيء ما تبخلش على بالصلاه على النبي. يلا بينا في الفيديو الجاي. والله كنت هنزل لكم فيديو النهارده عظمه، بس لقيت يعني لقيت ناس بتهجس في الموضوع ده بطريقه ترعب الناس. يعني انا عندي الوالده اتيأست منهم امبارح لما فهمتها ارتاح. تمام، بس يعني ربنا يوفق الجميع يا رب. ويلا والسلام عليكم.